خلينا افترض معاك يا صديقي ان انت مستهلك وانا بياع. يعني باختصار انت عايز تشتري مني حاجة وانا هبيع لك الحاجة دي، بس انت ما تعرفش الحاجة اللي انا هعرضها لك هي ايه بالظبط، ولا انا عارف انت في دماغك ايه بالظبط. تعال ناخد الكلب ده كمثال. الكلب ده هو دماغه كبيرة قوي، يعني فاكر الكلب ده صح؟ كنا بنتفرج عليه واحنا اطفال صغيرين. الكلب ده يا صديقي هو لعبة او توي للاطفال. انا كده حددت الفئة المستهدفة بتاعتي، ده للاطفال. طيب هو ده ممكن يتباع للاطفال بس؟ يعني هل هو الطفل هيجي يطلع طب بتطلع ايه يا عم؟ الفلوس من جيبه ويقول لي اتفضل؟ لا، انا عندي فئة كمان مشتركة وهي الاب والام. يعني الاب والام اللي من فوق 26 او 27 سنة، اللي عندهم لسه طفل عنده مثلا من فوق ال8 سنين. هل انا اقدر ابيع المنتج ده؟ طيب ليه يشتروا المنتج ده؟ طب ما ممكن يشتروا الفراولة دي. طيب الفراولة دي بترمز للبنت. البنت الصغيرة ممكن تشتري الفراولة دي، ولكن الولد ممكن يشتري الكلب. شفت انا قسمت الكاتيجوري بتاعي ازاي؟ طيب باختصار انا ابيع المنتجات دي للمستهلك بتاعي ازاي؟ خليني اقول لك يا صديقي مثال بسيط جدا قبل ما ادخل في محتوى الحلقة. المثال ده هو ان الثقة بتروح وقت الاحتياج. خلينا ناخد المثال ده ونركنه كده على جنب علشان انا هرجع له بعدين. حطيناه هنا بالظبط، يعني هنا كده. مبدئيا كده انا واحد عندي منتج، عندي خدمة، عندي بيزنس قائم، سواء كان ستارت اب لسه بادئ مثلا من سنة، عندي مشاريع، ايا كان مرحلة البيزنس بتاعتي ايه. خليني اذكرك بحاجة كده. لو انت شفت الفيديوهات بتاعتي اللي في البلاي ليست بتاعت الماركتنج او كورس التسويق الرقمي الكامل المتكامل، وانا هسيب لك اللينك البلاي ليست بشكل فري تماما. لو انت مهتم بالتسويق تقدر تروح تشوف الكورس ده بشكل مجاني. وبالمناسبة الكورس ده هينزل ابديت يوم عن يوم، يعني الكورس ده هو مفتوح ولا متناهي. طيب ايه الحاجة اللي احنا قلناها في الفيديوهات القديمة؟ وهي الفور بيس اللي بتبقى في حاجة اسمها الماركتينج ميكس. الماركتينج ميكس باختصار يا صديقي هو المزيج التسويقي. يعني خلينا نرجع للمثال ده وهو الكلب. الفور بيس هو اختصار لاربع حاجات: البرايس سعر التوي دي، تاني حاجة البليس المكان اللي هعرض فيها المنتج، البيبل وهو الناس اللي انا هبيع لهم المنتج، واخر حاجة البروموشن طريقة الترويج او عرض المنتج بتاعي للفئة اللي انا بستهدفها. ده كده بكل بساطة يا صديقي هو انا ازاي احدد الاساس بتاعي. هو انا كده ببني اساس. انا لما اجي مثلا ابني عقار او ابني حاجة باسس، بنزل تحت تاسيس. هي الفور بيس دي باختصار هي الاساس بتاعك. احنا قلنا مين العميل اللي ممكن يشتري التوي؟ قلنا الاب او الام اللي فوق السن. خلينا ارجع بقى للجملة بتاعت الثقة بتروح وقت الاحتياج. خليني اقول لك يا صديقي على حاجة حصلت لي على ارض الواقع، وانا هحكيها لك بشكل فعلي. هتختصر عليك مشوار كبير جدا من كورسات وفهم اعلانات وانك انت ازاي تسوق بشكل صح للمنتج. باختصار يا صديقي الموقف اللي حصل لي هو من خلال الايربودز. انا من الناس ان السماعات ما بتفارقش وداني طول ما انا ماشي في المواصلات، رايح اشتغل، رايح مشوار. السماعات من الحاجات اللي انا بالنسبه لي حساسه جدا، ما اقدرش ان انا استغنى عنها. وانا نازل الشغل عادي فراكب الباص، وانا راكب الباص حطيت السماعات دي بالظبط جنبي من غير ما اخد بالي او عدم ادراك مني ان السماعات جنبي. فالباص مشي لحد ما وصلت لمكان الشغل بتاعي. نزلت ببص كده من بعيد الباص ماشي، السماعات نسيتها وانا نازل من الباص. فباختصار يا صديقي زي اي بني ادم خطاء نساي، نسيت الايربودز بتاعتي في الباص. ببص كده للباص من بعيد افتكرت واستوعبت والباص قدامي ان الايربودز هناك. ببص كده الايربودز كده من بعيد اللي هو سلام. فقضيت اليوم بتاعي عادي جدا بدون اي مشاكل، رغم ان انا ما بفارقش السماعه دي من وداني. بقى اخر اليوم جه ميعاد النوم، يعني خلاص بقى هنام. لقيت نفسي كده قاعد ببص للسقف. لحظه سكون. فين السماعات؟ انا محتاج دلوقتي السماعات. وركز في كلمه محتاج دي وحطها 100 خط. حط كلمه محتاج كده قدامك، تمام؟ قلت انا مش هقعد، انا مش هرتاح، رغم ان انا في الوقت ده
ما كانش معايا تقريبا غير مبلغ بسيط من الفلوس علشان اقدر امشي نفسي بيهم لاخر الشهر. وبالفعل انا نزلت واشتريت ايربودز من تحت البيت او من تحت المحل، ونزلت تحت كان في حد متجر صغير كده بيبيع موبايلات، فكان عارض الايربودز دي عنده ولقيتها موجوده بدون اي منازع، وانا مستغرب اصلا عن نفسي. اديت الراجل الفلوس وقلت له انا محتاجها، لقيت الكرتونه بس شبه الكرتونه او العلبه بتاعه الايربودز دي شبه العلبه اللي انا خدتها قبل كده، فروحت شاريها على طول من غير حتى ما ابص اللي هي فيها مشكله، من غير حتى ما افتحها واجربها، اشتريتها وطلعت البيت. فمن اول كده ما تحلل الموقف اللي حصل لي ده وتربطه بالجمله اللي انا لسه قايلها، وهي ان الثقه بتروح وقت الاحتياج. وانا نازل وبدفع للراجل الفلوس وبقول له اتفضل علشان انا محتاج السماعه دي دلوقتي، فهنا وصلت الثقه اللي ما بيني وما بين البايع اللي قدامي راحت خلاص. اتفضل انا ممكن ادفع لك اللي انت عايزه، حتى ما بصيتش على السعر، ما بصيتش على اي حاجه، واشتريت فعلا الايربودز. بطلع يا صديقي بكل بساطه بحط الايربودز في وداني، ابص الاقي الصوت زي الزفت، اتخدعت في السماعه باختصار. ف زعلت، بصيت كده لنفسي حسره، اللي هو انا ازاي نزلت اشتريت السماعه دي. افسر لك يا صديقي الجمله اللي انا قلتها لك في اول فيديو، وهي ان الثقه بتروح وقت الاحتياج. لو انت من الناس اللي مهتمه بمجال الماركتنج والميديا باينج، هسيب لك لينك الواتساب بتاعي تحت، وهسيب لك لينك السايت بتاعي في فري سيشن مجانيه، سيشن بشكل مجاني تماما بدون اي مقابل، تقدر تخش تشوفها، بتتكلم عن البرفورمانس ماركتنج. لو انت من الناس اللي حابب طبعا تتعلم ماركتنج او ميديا باينج. شايف ابو دماغ كبيره ده بيقول لك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان يوصلك كل جديد. وكان معكم عبد الرحمن المنسي، سلام.